أنا محمد خلف الله فؤاد من مصابين الثورة والمتحدث الرسمي عن المصابين الثورة وأسر الشهداء بمحافظة المنيا. احنا قررنا إن شاء الله يوم الثلاث الجاي هنعمل اعتصام مفتوح داخل مبنى المحافظة، عشان احنا تقدمنا بمذكرة للسيد المحافظ أكثر من شهرين بالمشاكل والمطالب بتاعتنا، ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها حتى الآن. فقررت انا وزمايلي المصابين وبعض اسر الشهداء ان احنا هنعمل اعتصام مفتوح يوم الثلاث الجاي، بناء على ان زياره الدكتور مرسي الجمعه القادمه لتاديه صلاه الجمعه عندنا في المنيا. ايه المطالب يا حسين؟ المطالب بتاعتنا توفير وحدات سكنيه للمصابين الذين لحقت بهم الاصابه عجز كلي او عجز جزئي طبقا لقرار المجلس العسكري 128 لسنه 2011. اعفاء ابناء المصابين واسر الشهداء من المصروفات الدراسيه. عمل بانر به صور المصابين واسر الشهداء يعلق في جميع الميادين بالمحافظه او مبنى المحافظه، ماشي. عمل حفله تليق بالمصابين وتكريم يليق بالمصابين واسر الشهداء لما قدموه من تضحيات. دعوه المصابين واسر الشهداء في جميع الاحتفالات والمناسبات القوميه بمحافظه المنيا. اقاله موظفين الصندوق الاقليمي بمحافظه المنيا وتعيين مجموعه من المصابين بدون اجر لحل المشاكل بتاع المصابين. مقابله المحافظ شخصيا لان المحافظ اصر على عدم مقابلتنا. المحافظ الدكتور مصطفى عيسى تبع حزب الحريه والعداله.